يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي مطبخ أم مرام. اليوم رح أقدم لكم طريقتي بعمل محشي الملفوف، فتابعوا معي الفيديو لنعمله خطوة بخطوة مع بعض. أول خطوة عندي رح جهز الملفوف. عندي راس الملفوف أنا غاسلته وقمت الأوراق الدبلانة منه، ورح أقيم العرق اللي بالنص. من الضروري إني أقيم العرق اللي بالنص مشان يسهل علي عملية السلق. وهيك مثل ما انكم شايفين قمت العرق اللي بالنص وراح احطه بالطنجرة وراح احطه على النار. وهون عندي مي سخنة راح اصبها فوق واغمره بالمي، وهون راح افصل الاوراق عن بعضها لحتى تدخل المي لقلب الملفوفة وينسلقوا معي. وبهالاثناء راح جهز الحشوة. انا عندي حوالي كيلو رز حبة قصيرة، غاسلته ومصفيته من المي بشكل منيح، وراح ابدأ اضيف حوالي 4 حبات بندورة مقطعتهم ناعمين، وكمان بقدونس مفروم. انا عندي هون حوالي ضمة بقدونس كمان راح اضيفها فوق المكونات. واخر شي راح اضيف الثوم. انا هون اضفت حوالي 6 اسنان من الثوم. وهون راح اخلط المكونات مع بعضها شوي تحريكة صغيرة، واضيف التوابل: معلقة كبيرة من النعناع اليابس، نص معلقة كمون، وحوالي معلقة ونص من الملح. وهلأ هون التوابل فيكم تضيفوا اي انواع توابل انتو بتفضلوها، بس انا اكتفيت بس بالنعناع والكمون والملح. وهون انا عندي حوالي نص كيلو لحمة ناعمة، راح اقليها شوي واضيفها فوق الخليط. بس اول شي راح اخليها تدبل شوي واضيف لها 3 معالق سمنة. فينا هون نستخدم اي نوع سمنة او دهنة او زيت انتو بتفضلوه، بس انا هون فضلت استخدم السمن الحيواني. بقلبهم شوي، وبس ذابت السمنة معي راح اضيف كمية من معجون الطماطم. هون انا راح اضيف حوالي 3 معالق، وراح اقلبهم شوي كمان لحتى ما ينمزجوا معي مع اللحمة والسمنة. وراح اتركهم يتقلوا شوي على نار هادية، وبس تقلوا معي راح اقيمهم عن النار. وهون راح اضيف كل اللحم اللي قليته فوق الرز والمكونات التانية. وبس اضفت اللحمة مع السمنة فوق الرز والمكونات التانية راح ابدأ بقلبهم بهالشكل لحتى ينخلطوا معي كل المكونات مع الرز والتوابل واللحمة. هيك بتكون جهزت معي الحشوة. وهون بس غلت المي على راس الملفوفة صارت الأوراق تتفتح لحالها، فراح أشيل كل الأوراق الطرية وأحطها على جنب. وهيك بهالطريقة هاي بستمر لحتى يخلص معي كل راس الملفوف. وهون راح أبدأ أجهز ورق الملفوف. راح أشيل العرق اللي بالنص القاسي وأحطه على جنب، وبقطع الورقة لنصين. أنا هون عندي الورقة كبيرة راح أقسمها 4 أقسام. هلا إذا الورق الملفوف صغار ما في داعي نقسمهم لقسمين، بس من الضروري إن نشيل العرق القاسي اللي بالنص. وراح أستمر على هذا الشكل مثل ما لكم شايفين. وهيك راح أقطع كل الملفوفة على هذا الشكل لحتى تكون الأوراق جاهزة معي، ما بياخدوا معي وقت طويل الوقت بلفهم. وهيك بكون قطعت كل أوراق الملفوف وجهزتهم لللف. قطعتهم بهذا الشكل وبهالحجم هذا، أنا بهذا الحجم بيناسبني وتطلع معي حبة الملفوف مرتبة. وكمان أنا احتفظت بالعروق القاسية اللي طلعتها من ورق الملفوف، راح أستفيد منهم. أنا هون راح أحطهم بسفل الطنجرة، راح أفردهم بالطنجرة من تحت وأحطهم تحت الملفوف لحتى ما يلزق معي، وبنفس الوقت طعمهم كتير طيب. وهون راح أبدأ ألف الملفوف. راح أحط كمية من الرز. أنا هون فيني أحط كمية منيحة من الرز لأنه الملفوف ما بيطلع الرز اللي بقلبه. وهيك بستمر باخد الأوراق الملفوف وأحط كمية من الحشوة وألفهم. بس كتير من الضروري إني وأنا عم لف ما أشد الورقة كتير، بخليها شوي رخوة لحتى أترك مساحة ليستوي الرز معي وينفش.
جد لف الملفوف كتير سهل، ما بياخد مني عذاب وجهد، خصوصا اني جهزت الاوراق وقطعتهم، وهيك بستمر بلف بهالطريقة هاي لتخلص معي كل الكمية. وبعد ما لفيت كل الأوراق وكل الكمية اللي عندي رح أبدأ أحطهم بالطنجرة. رح أصفن بهذا الشكل على شكل دائري وأضغط شوي وأستمر هيك بهالشكل هذا أصفن. وهيك ملفوفاتي صاروا بالطنجرة، ورح أنتقل للمرحلة اللي بعدها. وهون رح أحضر المرق اللي رح أطبخ فيه الملفوف. أنا عندي مي سخنة، رح أصبها بأي وعاء عندي، ورح أضيف معجون الطماطم. رح احط له كمية منيحة. انا هون حطيت حوالي 3 معالق، بحركهم شوي لحتى يذوب معجون الطماطم مع المي، واضيف الملح. انا هون اضفت معلقة ملح، وكمان رح اضيف معلقة نعناع يابس، ورح احط حوالي معلقتين زيت زيتون. وهيك بتكون عندي جاهزة كل مكونات المرق. راح احركهم شوي مع بعضهم، وراح اضيفهم فوق طنجرة الملفوف. وهون راح اغمر كل الملفوف، وراح احط من الضروري فوقه تقالة. راح اجيب صحن بهالشكل هذا واحط فوقه اي تقالة عندكن. انا بهالشكل هذا حطيت مي بجات وراح احطه فوق الملفوف. وهون بعد حوالي ساعة تركته يطبخ ساعة، قمت عنه التقالة وراح اخليه يطبخ شوي. وهون بعد حوالي ساعة وربع استوى مع الملفوف، ورح قيمه عن النار. وهيك ملفوفاتي صاروا مستويين وجاهزين، ورح صبهم بصحن التقديم. أنا هون قدمته بهذا الشكل اللي بشهي. عن جد طلعت معي نتيجة ولا أطيب من هيك. فبتمنى منكم أنكم تجربوا طريقتي، وإذا حبيتوها اكتبولي بالتعليقات. وهيك بتكون فيديو اليوم خالص، فبتمنى منكم دعمي باللايك والشير والاشتراك، ومع السلامة.